يعيش هنا يزيديون الآن في جبل سنجار. سيد الرئيس، نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله. سيد الرئيس، لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي ذبحوا. السيدة النائبة، التزمي بالبيان الذي وافقت عليه. سيد الرئيس، نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. رجاء أخوان. سيدة النائبة، الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيدة النائبة. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس. نعم. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. انقذونا 48 ساعة 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نبيد، يباد دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا. شكرا جناب النائب. السيد عباس البياتي. شكرا. البعض منا أصبح مع الأسف حاضنة لهذه المجاميع. البعض منا أصبح اللسان الناطق للدفاع عن هؤلاء بحجة الثوار.